بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي. هناك مثل تونسي يقول تيجي تفهم الدوخ. والله أنا دايخ حقيقة وما بدي أدوخكم معي، بس على أي حال إذا نظرنا إلى المنطقة الآن واللي بصير فيها يعني شيء لا معقول على الإطلاق. يعني هناك عدة أشياء حتى أكد لكم هذا اللا معقول. يعني فجأة في ليلة ما فيها قمر يعقد مجلس الشعب المصري البرلمان ويقرر بأنه طيران وصنافير جزيرتان سعوديتان. طيب وين كل الحكي اللي صار؟ وين قرارات المحكمة؟ وكيف صارت هاي المسألة؟ يعني مصر مفروض تكسب الآن لأنها هي منضمة لتحالف، وهذا التحالف ضد دولة قطر العظمى. يعني طب مفروض تأخذ مش تعطي. على أي حال هذه نقطة. النقطة الثانية، اليوم بيطلع منذر ماخوس اللي هو المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض، الهيئة العليا للمفاوضات السورية طبعا، بيقول إنه في سوريا لا في حل عسكري ولا في حل سياسي، والأمور يعني بتقرر على الميدان. إيش في الميدان؟ والله ما حدا عارف. الأمر الثالث اللي هو على صعيد فلسطيني، بعد ما كل الحديث على كهرباء وأزمة كهرباء ومشاكل وتخفيض رواتب، بيعقد اجتماع في القاهرة بين الخصمين اللدودين العدوين، النائب محمد دحلان واللي هو يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وبيتفقوا على فتح المعبر وعلى يعني مساعدات مالية وعلى اللي هو تمويل محطة الكهرباء في اليتيمة في قطاع غزة بالوقود، وزيادة الحصة المصرية من الكهرباء للقطاع، وفتح معبر رفح بشكل لساعات أطول ولفترات أطول. إيش اللي بصير؟ وزراء خارجية دول الخليج يعني عمري ما شفتهم أنشط من هالأيام. يعني عادل الجبير بروح على واشنطن ومنها إلى موسكو، وبيلحقوا وزير الخارجية القطري اللي هو خالد العطية، اللي هو محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى واشنطن ثم إلى موسكو ثم إلى برلين ثم إلى لندن ثم إلى باريس، وبيخلصوا بيبدأ اللي هو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية أيضا على نفس العواصم. حركة غير عادية. إيش اللي بيصير في المنطقة؟ يعني وين المشكلة؟ يعني هذه القصة الأساسية. طائرات ما نسمع إلا طائرات محملة بالأغذية بتطلع من أنقرة ومن طهران ومن الدار البيضاء إلى قطر، محملة بكل ما لذ وطاب من الأغذية لكسر الحصار. أي حصار؟ قطر دخل المواطن في قطر $100,000 في السنة، والحمد لله خير كثير، وأكثر من $100 مليار دخل سنوي للخزانة القطرية، وصندوق سيادي ب$320 مليار. إيش اللي بيصير؟ طب ليش الأغذية هاي؟ كويس جميل نتعاطف مع شعب، وأنا ضد الحصار وضد حصار دولة قطر وضد حصار غزة وضد حصار اليمن، لكن طب في اليمن عندنا في اليمن إذا في نخوة عربية وإسلامية، طب عندنا 17 مليون على حافة المجاعة، عندنا أطفال أكثر من 1000 طفل لحتى الآن قتلوا بالكوليرا. يعني حصار وجوع وصيام وكوليرا وقصف من الجو، وبنبعث أغذية لقطر؟ شو وين هالأمة هي رايحة؟ حقيقة يعني مأساة كبيرة، يعني مأساة بكل معنى الكلمة. جانا ترامب على الرياض، دونالد ترامب، وهات يا تغريدات، تغريدة ورا الثانية. قطر تدعم الإرهاب على أعلى مستوى. عزلة قطر هي بداية النهاية للقضاء على الإرهاب. قطر ارتكبت خطيئة كبرى عندما دعمت الإرهاب، ويجب أن تحاكم ويجب أن تعاقب. ضوء أخضر. أبدا قلنا خلص القيمة قايمة، وقاعدة العديد مش حتشارك بأي حماية لدولة قطر في حالة تعرضها لغزو أو لاحتلال. تركيا بترسل 5000 جندي إلى قطر إلى قاعدة هناك، وتقول بأنها ستقف إلى جانب قطر. جميل. طب إيش المشكلة؟ وين؟ فجأة كل هذا بتغير. فجأة مجرد أن سافر خالد العطية وزير الدفاع القطري إلى واشنطن ووقع صفقة أسلحة 32 طائرة F-15 بقيمتها $12 مليار، فجأة
توقف ترامب على التغريد، بطل يغرد على الإطلاق، وبعدتش قطر دولة داعمة للإرهاب. لا، والأكثر من هيك أنه ترسل أمريكا سفينتين إلى الدوحة للاشتراك في مناورات حربية مع أسطول القطري الحربي القطري اللي فيه مش عارف أكم سفينتين ولا 3 سفن في جنوب الدوحة. وما عادش في حديث إطلاقا عن أي لا تغيير نظام ولا استبدال أمير ولا شيء على الإطلاق. لكن الحملات الإعلامية مستمرة طبعا، وبدأ النبش في الدفاتر القديمة. احنا عندنا مثل بقول عندما تفلس الحكومة بدها ترجع لدفاترها القديمة. فجأة أصبحنا بنسمع عن تسجيلات عن محاولات اغتيال، والعقيد القذافي والشيخ حمد بن خليفة وماذا اتفقوا، وتدمير السعودية من الداخل، محاولة اغتيال الملك عبد الله أو الأمير عبد الله ولي العهد السعودي في ذلك الوقت، والملك السعودي لاحقا. يعني فجأة كل هذا القذرات تطلع على السطح فجأة. ما عادش في مواطن خليجي ولا أخوة خليجية ولا مجلس تعاون خليجي اللي كنا احنا بنقول هذا أهم مجلس إقليمي في المنطقة. كل الخطة كلها مطبوخة في واشنطن، مطبوخة في لندن، مطبوخة في باريس. بيضحكوا علينا كعرب وكمسلمين، هذه وكعرب بالدرجة الأولى. باختصار هناك صناديق سيادية عربية من أموال النفط عندما وصل سعر البرميل $140 يجب أن يأخذها الغرب بأي شكل من الأشكال. الآن اللي هي صفقة الطائرات، والسعودية يعني ترامب لما راح على السعودية روح ب$460 مليار. كان هناك صندوق سيادي سعودي بأكثر من $800 مليار، بدأ يتآكل إلى أقل من $400 مليار، وهناك عجوزات في الميزانية يعني حتخلص على الباقي، وأصبحت السعودية تستدين من الأسواق العالمية. نفس الشيء هناك صندوق سيادي إماراتي بحوالي $900 مليار. مطلوب من هذا الصندوق أن يتآكل وأن يذهب إلى من يستحقونه حسب التعبيرات الغربية، أي إلى الغرب، إلى واشنطن على وجه التحديد، إلى جزية، إلى ترامب الذي قال بأنهم يجب أن يدفعوا ثمن حمايتهم، ما فيش شيء ببلاش. قطر كل هالضجة قطر لأنه عندها $320 مليار صندوق سيادي. قطر قالت لا أنا بدفع الجزية. قال له بدك تدفع غصبا عنك، وهي تدفع، والآن بالتدريج. الآن 12 مليار، بكرة بيرتفعوا ل 21 مليار، بعده بيرتفعوا ل 50 مليار، وهكذا. ممنوع يكون عندنا فلوس. هذه الفلوس يجب أن تذهب إلى الغرب، تدوير هذه الأرصدة، تدوير هذه الصناديق السيادية، بأن ترجع كلها وتصب في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الحقيقة. ما عادش فيش لا سيادة ولا في شيء. حروب بيخلقونا حروب وبيخلقونا أعداء. الآن إحنا عدونا إيران، بكرة حنصحى إنه ترامب بيتفاوض مع طهران، وبيتفاوض مع الخامنئي، وبيتفاوض مع محمد جواد ظريف، وبيتفاوض مع حسن روحاني في الغرف المغلقة. إحنا الضحية، مش إيران الضحية. هذه هم بيستخدمونا ضد بعضنا البعض. استخدموا 3 دول خليجية ضد 3 دول أخرى، بكرة بيستخدمونا أيضا ضد إيران، ونشتري أسلحة ونخزن أسلحة، والولايات المتحدة الأمريكية بعدين تقولنا كش ملك. المطلوب أموالنا. هذه الحقيقة، وإحنا أصبحنا أدوات نستخدم ونوظف ضد بعضنا البعض. هذه هي حقيقة. إحنا يجب أن نلتفت، نقعد مع بعض. ليش وزراء الخارجية ليش بلفوا؟ يقعدوا وزراء الخليجيين مع بعض ويتفاوضوا ويحلوا المشكلة. إيش المشكلة؟ وين هي المشكلة؟ قناة جزيرة؟ طب ما عندكم عشرات القنوات، إيش المشكلة؟ إخوان مسلمين، ما أنتم بتتعاونوا مع الإخوان المسلمين. طب ما هو حزب الإصلاح وين؟ موجود في الرياض. حزب الإصلاح اليمني اللي هو الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين اليمنية موجود في الرياض. طب علي محسن الأحمر إيش؟ ما هو ما كمان أيضا اللي هو نائب الرئيس اليمني، ما هو أصلا إخوان مسلمين. وين المشكلة؟ حماس بدها تصير إرهابية لأنه حماس بتقاتل العدو الإسرائيلي، بدها تنحط على قائمة الإرهاب. وحزب الله لأنه بقاتل العدو الإسرائيلي وحرر بلاده لبنان عام 2000 و2006 وصمد في وجه العدو الإسرائيلي، أصبح هذا إرهاب؟ يعني والله العظيم أنا فاهم وين رايحين. إحنا نقعد مع بعض، نتفاهم مع بعض. يعني ليش نجوع إحنا؟ ليش يجوع الشعب اليمني؟ ليش يجوع أهلنا في قطاع غزة؟ ليش يجوعوا أهلنا في السودان؟ ليش يجوعوا أهلنا في مناطق أخرى؟ ليش تتقسم ليبيا؟ قالوا لنا سيف الإسلام القذافي إرهابي، وسيف الإسلام القذافي اللي ملطخة بالدماء. هاي افرج عنه سيف الإسلام القذافي
ويمكن يرجع لحكم ليبيا من أول وجديد. إيش اللي عملناه إحنا؟ إيش اللي عملته قطر؟ إيش اللي عملته السعودية في دعم الميليشيات اللي الآن فجأة أصبحت هذه الميليشيات؟ امبارح كانوا ثوار، اليوم أصبحوا إرهابيين، اللي بدعمهم إنه أصبح يجب إنه يقدم المحاكمة ويعاقب. إحنا الضحية، وإحنا اللي نستخدم كأدوات ضد بعضنا البعض، والهدف هو أموالنا، ملياراتنا. زمان كنا نتحدث على ملايين، الآن لا، الملايين صارت فراطة، الآن صرنا نتحدث عن مليارات. يعني أبدا الحديث عن 20 مليار و50 مليار ولا شيء، فصغير، شيء صغير جدا. هذه هي الحقيقة. هل سنصحو من هذا الهوان؟ والله العظيم أشك.